اهلا بيكم النهارده. معايا احمد وزهره. عايز اقول لكم هم اجمل عرسان ان شاء الله يكونوا في 25. احمد وزهره هم شباب من الشباب المجتهده اللي عايزه يعملوا بيتهم احسن بيت. انا سعدت الحظ ان انا الدريسنج بتاعهم يكون من عندي. زهره انا اعرف باباها من اكتر من سنين، يمكن 25 سنه، والاوضه بتاعتها وهي صغنونه كده كانت معموله عندي، والنهارده هي بتعمل عفش بيتها وهي عروسه. واحمد خطيبها ما شاء الله حد شاب فعلا نعم الشباب. قول لي يا احمد الاول، نبتدي باحمد. ازيك؟ اهلا وسهلا استاذ. ايه رايك؟ الله ينور. يعني الحاجه بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا، واهم حاجه كانت الوقت، انجاز الوقت هو كان احسن حاجه في الموضوع. كنت متوقع ان الدريسنج بتاعك يخلص في اسبوع؟ لا، استحاله اتوقع انه يخلص في اسبوع. وخلص في اسبوع. ان شاء الله 3 ايام هيخش الدهان ويكون عندك بعد 3 ايام، يبقى كده مده الدريسنج بالكامل 10 ايام باذن الله. الحمد لله. زهره نورتينا حبيبتي. قولي لي ايه رايك؟ لا تحفه، والفينش ما كنتش متوقعه بصراحه ان هو يطلع بالجوده دي. عايز اقول لكم خاصه ان انا بدقق جدا في التفاصيل. ايوه عايز اقول لكم بالدقه. يعني لما فرشت، كان باباها من حوالي 5-6 سنين بينقل من بيت لبيت، جت خدت العفش من عندي دقيه جدا، صح؟ جداً. بس انا المره دي قلت لك ايه؟ لا، الحاجه هتطلع مظبوطه. وقلت لك ايه؟ قلت لها سيب الدريسنج ده بتاعي وانا اعمله لك ويكون شكل كويس. بالظبط. عجبك؟ هو عجبني جدا بصراحه. الحمد لله يا رب. هو اصلا عمو اشرف ثقه في ان هو يعمل الحاجه باحسن شكل، يعني هي دي حقيقه. فمش لازم ان انا اقول تفاصيل الحاجه عايزه اعملها ازاي، لا هو بيعرف يوصل لدماغ اللي قدامه يعني. مبروك عليكم وربنا يوفقكم. وانا الفيديو اللي انا عملته معاكم ده انا هنزله على صفحتي، وكمان هديهولكم بقى، ممكن يكون ذكرى عندكم وفي الكرومو بتاع الفرح ان شاء الله. انا معزوم في الفرح اكيد. ده كده ايوه انا جاي كده، ولو ما عزمتنيش هاجي. ربنا يوفقكم يا رب، ربنا يوفقكم والف مبروك. الله يبارك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. الله يبارك. الف مبروك. حبيبي. سلام عليكم.